السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة آخر يوم في الامتحانات وخارجين كالعادة. طبعا كل الأطفال وكل الولاد بعد ما بيخلصوا امتحانات بيخرجوا مع بعض وكده، وده اللي هيتم النهاردة. هنصور احنا هنروح فين وهنخرج عبد الله مع اصحابه فين، في مكان بسيط خالص يعني، مش هنخرج بعيد عن المنطقة اللي احنا فيها وكده عشان الزحمة برضو، عشان ما فيش امان، وعشان انا ورايا شغل، وعشان تعبانه ومجهده وكنت تعبانه الفتره اللي فاتت دي كلها. هنشوف مع بعض هنعمل ايه ونصبح على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واستنوا بقى اللي احنا هنعمله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا صباح الخير او مساء الخير على حسب الفيديو ما يوصل لكم امتى. كان اخر يوم في الامتحانات زي ما قلت لكم في المقدمه. ده بالنسبه لنا احنا بقى خلاص كده، يا دوب الولاد بداوا يعيدوا. يعني في العيد برضو كان في مذاكرة وما خرجوش كتير وما راحوش كتير، وخصوصا ان سنة رابعة وسنة خمسة دي منهج جديد ومرحلة جديدة بالنسبة لهم، ومحتاجة مذاكرة على طول لان هيتبني عليها بعد كده. يعني كأنها تأسيس لمراحل تانية جاية، مش زي التعليم في الأول، يعني مش زي السنوات اللي فاتت الأول أو على أيامنا احنا كنا بندرس حاجات بسيطة. دلوقتي المنهج بتاع رابعة وخمسة حاجات كلها تراكمات وكده، فمحتاجة باستمرار مذاكرة، فيعتبر هما ما عيدوش أصلا. فبيمتحنوا طبعا، كانوا بيمتحنوا بقالهم أسبوع، وده كان آخر يوم في الامتحانات، واحنا كنا مأجلين كل حاجة لحد ما لحد ما يخلص امتحانات وكده ويخرج مع أصحابه. احنا اصلا خرجنا في العيد، سافرنا البلد عندنا وكده، وفي فيديو هينزل ان شاء الله بعد ده وكده، وبقول فيه ان احنا سافرنا وكان موجود فيه الاجواء واحنا مسافرين. بس طبعا حبيت انزل ده الاول لانه كان بيحتفل مع اصحابه. احنا بنمشي من البيت لحد المدرسة مسافة لا تقل عن تلت ساعة و25 دقيقة، ممكن تزيد عن كده ما تقلش طبعا. فكلوا اي حاجة كده بسيطة. ده عبد الله واصحابه محمد وشحاتة، ولسه هيتقابل مع بقية صحابه ان شاء الله. النهاردة كان اخر يوم، ومتفقين بقى كلهم ان هم هيخرجوا، حتى لو هيروحوا مكان كده بسيط، ما بنسيبهمش يخرجوا مكان لوحديهم، بنبقى احنا معاهم كمامز كاولياء امور وكده، بنتجمع معاهم. لان انتوا عارفين حتى لو هم في سنة خمسة او هم فاهمين وواعيين وكل حاجة، بس ما بقاش في امان، ما ينفعش ان احنا نسيبهم في اماكن لوحديهم. وبعدين الناس بقى اللي هي من سكان دار السلام وكده عارفين ان المنطقة دي بتبقى زحمة ازاي اثناء الامتحانات، فاحنا بناخد المسافة كده مشي كلها لحد المدرسة، مسافة طويلة بس بتبقى ممكن ان احنا نركبها. يعني في ممكن ان انا اخد توك توك مثلا بيه ونروح رايحين جايين وكده، بس انا ما حبيتش اعمل كده عشان خاطر المشي الصبح حلو احسن، يعني المشي احسن بكتير. وخصوصا انا كنت تعبانه الفتره اللي فاتت دي، ما كنتش بنزل معاه في اول الامتحانات خالص. كنت تعبانه قوي، ما بقدرش انزل، وكان عندي مشكله في السكر وكده، ما كانش متظبط، شويه عالي وشويه واطي. فالحمد لله رب العالمين وصلنا بقى لحد المدرسه وقابلت اصحابي. زي ما هو قابل اصحابه انا كمان قابلت اصحابي. اروتي حبيبتي، دي اروى اخت صاحب عبد الله برضو، كلهم زي الفل ما شاء الله عليهم. ربنا يوفقهم كلهم ويوفق كل الطلبه يا رب. وان شاء الله الفرحه الكبيره كده باذن الله بطلبه الثانويه العامه باذن الله لما نفرح بيهم كلهم. انا ما عنديش ثانويه عامه السنه دي، كان عندي السنه اللي فاتت وكان عندي السنه اللي قبلها الحمد لله. هم دلوقتي في جامعات، بس طبعا كل ولادنا اللي في الثانويه العامه او كل اللي في الثانويه العامه هم ولادنا، مش ولاد حد معين. فالفرحه الكبيره بتبقى ليهم ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع، وربنا يخلي الجميع باذن الله السنه دي مبسوط، وما يبقاش فيه اي دموع خالص غير دموع فرحه باذن الله. وصلنا لحد المدرسة ووقفوا مستنيين بقية أصحابهم، كانوا فرحانين أوي الولاد. يعني والله لو كان في فرصة موجودة إن أنا أصورهم في أول الامتحانات، كانت وشوشهم وشكلهم غير قبل الامتحانات خالص خالص. ودول البنوتات الجمال ولاد الماميز اللي معانا في الفصل بتاع عبد الله أو في المدرسة. كانوا مكسوفين وانا بصورهم، وعماله اقول لهم اقفوا وانا هصوركم. هم عايزين يتصوروا بس مكسوفين. سما وحوريه وصاحبتها ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم كلهم ويبارك في كل الولاد وينجح كل الولاد، ويجعل الدموع السنه دي في كل البيوت دموع فرحه باذن الله، اللهم امين. ربنا يبارك فيهم كلهم ويحفظهم. لما كان حد يقول لنا نفسكم ولادكم يطلعوا ايه وكده، اول ما كان معايا عبد الرحمن ابني الكبير ده وهو صغير، فكان دايما بابا يقول ايه، يطلع ولد صالح واي حاجه معاها.
يعني مش هنقول دكتور، مش هنقول مهندس، مش هنقول مدرس، مش هنقول محامي، مش هنقول اي حاجة. المهم ان هو يطلع ولد صالح، واي حاجة تاني بقى معاها. منتظرينهم بقى كده، كانوا دخلوا خلاص الامتحان واحنا واقفين، لانها كانت مادة واحدة، فكنا منتظرين، لان طبعا المسافة مشي كبيرة قوي عليا ان انا اروح واجي. فبنقعد على اي كافيه كده بره لحد ما هم يخرجوا، وبعد كده ايه ناخدهم بقى ونشوف هنروح فين. كانوا نازلين ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا لغيت الصوت، لان هم كانوا عمالين هي، ويعني كانوا فرحانين جدا ان هم خلصوا، وان ده اخر يوم ليهم بعد ضغوط كبيره قوي عليهم. احنا كاولياء امور حتى كنا ضاغطين عليهم في ايام الدراسه، علشان يقدروا يجتهدوا اكتر وعشان يتعودوا. يعني احنا مش بايدينا برضو، احنا كنا بنعمل كده عشان هم يتعودوا ان هم يذاكروا، ويتعودوا ان في ضغوط عليهم. عبد الله فوق خالص في اخر دور، مع ان كنت سبحان الله كنت بتمنى ان اللجنه بتاعته ما تجيش فوق قوي كده. هو اصلا الفصل بتاعه فوق، بس اللجنه برضو جت فوق كده في اخر دور. هو طبعا كان عنده التهابات في الرباط الصليبي، فما كنتش اتمنى ان هو يبقى فوق، بس الحمد لله عدت على خير فتره الامتحانات، وقدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله الفرحه الكبيره بقى لما نروح نجيب لهم ان شاء الله الشهادات بتاعتهم، واصور معاكم برضو باذن الله. الله المستعان. اوعوا بقى تنسوني في اللايك لحد كده، والاشتراك في القناه. لو انت لسه مش متابعيني اشتركي في القناه، وسيبي لي كومنت كده لطيف يقول انت منين، يعني من انهي بلد، من مصر او من خارج مصر، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خرجوا بقى كلهم، كل الولاد نازله فرحانه من المدرسه. انا كنت بحاول اتغاضى الزحمه، لان كان في اولياء امور كتير جدا غير طبعا الولاد. وخلي بالكم يعني انا حاسه الامهات هي اللي كانت بتعيد كمان، مش الولاد بس. فهنا كنت بساله عملتي ايه يا عبد الله؟ قال لي الحمد لله والله حليت، والامتحان كان كويس. هو عبد الله الحمد لله شاطر والله ما شاء الله عليه. العيل خلاص طالما متاسس من صغره، ما حدش يقول بقى لا لازم لما يروح اولى ابتدائي ولازم لا. وهو خلاص بدأ ينطق كده سنتين ونص، يروح حضانة، يروح أي ما يكون المكان اللي هو هيروحه لازم يكون مكان تعليمي أكتر ما يكون ترفيهي. يعني لازم يكون مكان فيه تعليم أكتر ما يكون مكان ترفيهي أكتر. هنا بقى كانوا بيتصوروا كل الولاد مع مدير المدرسة، شخص محترم جدا. نقل المدرسة بتاعتهم نقلة تانية خالص ما شاء الله عليه. بيحب كل الولاد وبيتقبل كل الولاد، وبيتقبل كل اللي بيعملوه. لو لقى حد بيتخانق بيحاول يصلح بينهم، ما بيحاولش ان هو يتغابى على اي ولد او بنت في المدرسة. بيحاول يسمع اي شكاوي. بصراحة يعني كلمة حق لازم تتقال في حق الاستاذ حسن ده ما شاء الله عليه. خرجنا بقى كلنا ورحنا اتمشينا. طبعا كل سكان دار السلام عارفين يعني ايه ابو حنفي، يعني ايه كشري ابو حنفي. انا طبعا بحاول اداري على قد ما اقدر وشوش الامهات الموجودين في المكان. انا عايزه اقول لكم ان ما شاء الله احنا كنا واخدين حوالي اكتر من نص المحل، ووقفنا كمان كتير لحد ما فضلنا مكان وكده، لان بسم الله ما شاء الله هو عشان الحاجه بتاعته بصراحه كويسه جدا، والاكل بتاعه نظيف، فبيبقى عليه كميه برضو كويسه من الناس. ربنا يوسع رزق الكل يا رب، ويوسع على الجميع ويحسن ما بين ايديهم، اللهم امين. اتجمعنا بقى كلنا كده بكل الولاد بالامهات بتاعتهم. كنا واخدين كل المكان ده، فيه غيره تاني مكان تاني، يعني في ناس بتقعد في مكان تاني غير ده. فاحنا خدنا المكان ده كله كده لينا، واستنينا لما فضلنا عدد. لو حد قاعد وسطنا هنا غريب فهو عدد بسيط جدا. قعدنا الولاد لوحديهم والبنات لوحديهم، كانوا مختلطين كده الاول لحد ما ظبطنا الترابيزات وناس مشيت، وبعد كده قعدناهم. كانوا مبسوطين جدا، مش قادره اقول لكم. انا لغيت الصوت علشان خاطر ما يبقاش فيه ازعاج في الفيديو، يعني على قد ما اقدر ما يبقاش فيه الفيديو ما يبقاش دوشه عليكم. بس انا كنت حابه انزل الفيديو عشان بصوا وش عبد الله احمر جدا من كتر اللعب اللي لعبه كمان في المدرسه، وخصوصا ان هو ما بيشوفش اصحابه كتير، كان كتير تعبان وبيأجز كتير. وانا ما شفتهمش برضو سبحان الله. الولاد دول ما كنتش متواجده معاه من فتره الامتحانات، لاني كنت تعبانه قوي زي ما قلت لكم. السكر عندي كان مش مظبوط خالص، واطي قوي، وصل ل45، وصل ل60 شويه حاجه و80. الحمد لله رب العالمين. انا مش مريضه سكر، بس ما اعرفش هو حصل كده فجاه، اللهم لك الحمد. اتبسطوا بقى وكلوا كلهم مع بعضيهم. كنا المفروض ان احنا هنخرج مرة كمان، يعني بعد ما يخلصوا هنا اكل وكده في المحل ده او في المطعم ده، احنا كنا هنخرج بره
يتفسحوا في اي مكان تاني وكده، بس لقيناهم هم مرهقين قوي، وفي نفس الوقت انا كان عندي شغل فما كانش هينفع. فقلنا خلاص نخليها يوم تاني، ولو رحنا برضو يوم تاني باذن الله او اي خروجه انا هصورها لكم وكده. الله المستعان. وبقى تنسوني في اللايك والاشتراك يا جماعه، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتوصل القناه تاني وتترفع زي ما كانت الاول. اللهم لك الحمد، انا راضيه باي حاجه، الحمد لله رب العالمين. ده كان يوم العيد بتاعنا، يا دوب ان احنا عيدنا من ساعة العيد، يا دوب ان احنا بدأنا نشم نفسنا بقى. وبصوا العيال، انا عايزه اقول لكم ان هم ناموا نوم. كل ما اكلم حد من الامهات اصحابنا في عاملين جروب مع بعض، كل ما نكلمهم الولاد عاملين ايه بعد الخروجه دي وبعد اسبوع المعجنه بتاع الامتحانات، يقولوا نايمين نايمين نايمين. وانا كذلك الامر برضو كان عبد الله نفس النظام. كلوا بقى واتبسطوا الحمد لله رب العالمين. اوعوا بقى تنسوني يا جماعه في اللايك وفي الاشتراك، وما تنسوش تفعلوا بقى زر الجرس عشان كل ما ينزل اشعار بفيديو يوصل لكم. المكان كان جميل وكلنا اتبسطنا. ربنا يا رب يبارك في ولادنا كلهم ويطعمهم ان شاء الله، ويطعمنا فيهم، اللهم امين. ربنا يطعمنا فيهم يا رب ويبارك فيهم كلهم، ويجعلهم ذريه صالحه. ده اهم شيء، ان هم يبقوا ناس صالحين، وبعد كده اي حاجه تانية معاها هتيجي. لان معلش انا ابني لو وصل لاسمى المراحل اللي انا ممكن اتخيلها او المناصب وهو مش ولد صالح، انا مش مستفيده منه حاجه، مش مستفيده من يعني من مناصبه اي حاجه، او من المستوى اللي هو وصل له حاجه غير الصلاح. لان احنا هنتحاسب على اولادنا، هنتحاسب على تربيتنا ليهم، وهم امانه في رقبتنا. فربنا يبارك فيهم كلهم، وربنا يصلح حالهم، وربنا يهديهم. بصوا بقى المحل هنا كان عمال صاحب المكان او الصنايعي اللي موجود كان عمال يهيص معاهم ويغني، وكان مبسوط جدا جدا. حاول يعمل اجواء كويسه كده للولاد لما لقاهم ايه ان هم قاعدين ساكتين، قال لهم يلا. هو صراحه العدد بتاعنا ما شاء الله كان هو اللي مهيص المحل، يعني ما شاء الله ما شاء الله. احنا لما خرجنا من المكان كان فضي، يعني المكان كان فضي. احنا كنا واخدين مساحه كويسه فيه ما شاء الله. احنا عددنا كان لا بأس به يعني، الحمد لله. واليوم عدى على خير وكلهم اتبسطوا، مفيش حد فيهم لا مشي زعلان. وربنا يديم عليهم الانبساط دايما، ويفرحنا كده ان شاء الله بالشهادات الثانويه العامه. اللهم امين اللهم امين يا رب. وطبعا لغيت الصوت هنا عشان ما يضايقكوش صوت الاغاني بتاع العماله او الشيفات اللي موجوده في المكان. كانوا مبسوطين جدا بالولاد والله العظيم. انا عمري ما شفت استقبال كده ما شاء الله عليهم. اوعوا بقى تنسوني في الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.